شاهد ماذا حدث. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للمنتخب المغربي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد هزيمة المنتخب المغربي من المنتخب الزامبي، بعد أن حسم المنتخب المغربي صدارة المجموعة وكان يلعب بالصف الثاني ليضرب موعدا مع المنتخب الجزائري صاحب الأرض والجمهور في مباراة ربع النهائي، فقد تفاعل الإعلام الجزائري حيث صرح أسطورة المنتخب الجزائري علي بن شيخ وأدلى بتصريحات لقناة الهداف الجزائرية، وقال: برغم أنه كان يلعب بالصف الثاني أمام المنتخب الزامبي ليريح اللاعبين للمباراة الهامة أمام الجزائر، وهذا أكثر ما أخشى على المنتخب الجزائري الذي لم يقنعني صراحة في هذه البطولة، وكان قاب قوسين أو أدنى من وداع هذه البطولة أمام المنتخب الكونغولي، وأخشى على المنتخب الجزائري